هحكي لك النهارده يا صديقي عن جريمة حصلت في اليابان سنة 1988. جريمة ما ينفعش تنساها البشرية، جريمة بتكشف لنا ازاي البشر ممكن ان هم يوصلوا لدرجة مرعبة جدا من الشر، لدرجة بتخلينا نسأل ازاي حد عنده قلب ان هو يعمل كده. بطلة قصتنا النهاردة هي شابة اسمها جونكو فوروتا، بنت في عز شبابها، عندها حوالي 16 سنة، وما كانش ليها أي ذنب غير إنها قالت كلمة لأ. الكلمة دي كانت بداية النهاية بالنسبة ليها. 44 يوم عاشتهم جونكو، لكن مش في الدنيا، عاشتهم جوه الجحيم حرفيا. والبداية، مين هي جونكو فوروتا؟ جونكو يا صديقي كانت بنت عادية جدا، وكانت بتدرس في مدرستها الثانوية في ميساتو في محافظة سايتاما في اليابان. وكان معروف عنها إنها بنت شاطرة جدا وملتزمة ومختلفة عن باقي زميلاتها، يعني ما بتشربش كحول أو ما بتدخنش، ومش بتقرب لأي حاجة ممكن يكون فيها شبهة أو أي حاجة غلط عموما. وكان كل تركيزها على دراستها وعلى إنها تبني مستقبل كويس ليها، وحياتها كلها كانت قدامها. وكان حلمها بسيط جدا، إنها تتخرج وتلاقي وظيفة محترمة تعيش بيها حياة هادية. لكن للأسف يا صديقي، جمالها وذكائها وشخصيتها القوية خلوها هدف لشخص ما يعرفش يعني ايه كلمة لأ. وفي المدرسة معاها كان في ولد اسمه هيروشي ميانو، وده كان عنده حوالي 18 سنة. وهيروشي ما كانش أي حد يا صديقي، لأ، ده كان متنمر معروف جدا بين الطلاب، وكانت ليه سمعة زي الزفت في المدرسة. والأسوأ من ده كله إن هو كان مرتبط بعصابة اسمها عصابة الياكوزا، ودي يا صديقي واحدة من أخطر العصابات اللي موجودة في اليابان. هيروشي بقى يا صديقي لما شاف جونكو عينه وقعت عليها على طول، لأنه بالنسبة ليه دي لازم تبقى معاه، دي لازم تبقى بتاعته. وحاول إن هو يقرب منها، وحاول إن هو يطلب منها إنها ترتبط بيه، لكنه اتفاجئ بحاجة عمره في حياته ما واجهها قبل كده، والحاجة دي كانت الرفض. جونكو رفضته بكل احترام وقالت له إن هي مش مهتمة، والرفض ده كان كفيل إن هو يولع نار الغضب جواه يا صديقي، لأن ببساطة هو مش متعود إن حد يقول له لأ. فقرر وقتها إن هو لازم ينتقم منها، مش بس انتقام عادي، لأ، ده كان لازم يكون انتقام يخليها تدفع تمن رفضها غالي جدا. وفي يوم 25 نوفمبر سنة 1988 جونكو كانت راجعة من المدرسة، وزي أي يوم عادي جدا ما كانش فيه أي حاجة تنذر باللي هيحصل فجأة. واللي يحصل يا صديقي إن جونكو وهي ماشية في الشارع يظهر قدامها مرة واحدة هيروشي، لأنه كان مستنيها، وكان معاه 3 من أصحابه بس كانوا مستخبيين. ودول بقى يا صديقي خططوا لكل حاجة، والخطة كانت إن هيروشي عمل نفسه إن هو شافها صدفة، وطلب منها إن هي توصله لمكان قريب لأنه تايه. وجونكو بحكم أخلاقها العالية وطيبتها وافقت إنها تساعده، لكن للأسف كانت دي غلطة عمرها. وأول ما جونكو وافقت، هيروشي وأصحابه مسكوها بالقوة وخطفوها وأخدوها على بيت واحد منهم اللي هو شينجي ميناتو. وده وقتها كان أهله مسافرين بره البيت ومش موجودين، يعني كان البيت فاضي. وهناك بقى بدأت رحلة من الجحيم اللي استمرت 44 يوم. أول حاجة عملوها إن هم أجبروا جونكو إنها تتصل بأهلها وتقول لهم أو تقنعهم إن هي هربت وهتقعد كام يوم عند واحدة صاحبتها. وفي صوت مرعوب ومليان خوف قالت لهم كده فعلا. وللأسف أهلها صدقوا كلامها، لأنهم ما كانوش متخيلين إيه اللي بيحصل. وبعد ما العصابة دي اطمنوا إن خلاص أهلها مش هيبلغوا الشرطة، الشباب دول بقى بدأوا يعاملوها وكأنها لعبة مش بني آدم. يعني يا صديقي في البداية كان في ضرب، ومش أي ضرب، لأ، ده كان ضرب عنيف جدا، واستخدموا كل حاجة في البيت حرفيا علشان يضربوها بيه، زي مضارب الجولف والعصيان الخشب حتى القضبان الحديد. يعني حرفيا يا صديقي ما سابوش أي حاجة إلا وضربوها بيها. وجونكو كانت بتصرخ وبتعيط، لكن ده ما حركش جواهم أي ذرة شفقة حتى، بالعكس دول كانوا بيضحكوا، لأن الضرب بالنسبة ليهم كان مجرد تسلية. وبعد يا صديقي ما هم خلصوا مرحلة الضرب، دخلوا في مرحلة تانية من العذاب. لو انت يا صديقي قلت الاغتصاب
يبقى انت صاحي معايا. جونكو يا صديقي اتعرضت للاغتصاب الجماعي، ومش مرة ولا اتنين، لا، ده كان يوميا واكتر من مرة في اليوم. لكن للأسف القسوة ما وقفتش لحد هنا. هيروشي اللي كان متصل بعصابة الياكوزا بدأ ان هو يدعو ناس تانية يشاركوا في الجريمة دي، واي حد من العصابة او اي حد من الشارع عموما كان مرحب بيه في الحفلة دي يا مؤمن. ده لدرجة ان في تقارير بتقول إن أكتر من 100 شخص اغتصبوها خلال فترة احتجازها اللي هي ال44 يوم. أنت متخيل في 44 يوم 100 شخص يغتصبوا فتاة؟ وللأسف يا صديقي كل يوم كان بيعدي على البنت المسكينة دي كان أسوأ من اللي قبله. وبعد كده الأربعة قرروا إن هما يتسلوا بتعذيبها جسديا، وكانوا بيجردوها يعني بيقلعوها من كل هدومها يا صديقي علشان مجرد إن هما يذلوها أكتر ويكسروا عينيها. وكانوا بيطفوا السجاير في جسمها، وكانوا بيحرقوا جلدها بالشمع. انت متخيل الجبروت كان واصل لحد فين ده يا مؤمن؟ لدرجة ان هم كانوا بيدخلوا اجسام معدنية زي ابر مثلا وازايز خمرة او صودا، كانوا بيدخلوها جواها. واظن انت فهمني كويس يا صديقي. وفي مصادر تانية بتقول ان هم قطعوا حلمة صدرها الشمال بالكماشة اللي هي بتاعة النجارة دي. وكانوا في مرة هم قرروا كده مع نفسهم إن هم يدخلوا ألعاب نارية مضيئة جوه جسمها، اللي هي الصواريخ بتاعة الأفراح دي يعني يا صديقي، وولعوا فيها جوه جسمها. أنت متخيل؟ وللأسف الحروق كانت بشعة بمعنى الكلمة. ويا ريت على كل ده يا صديقي كانوا ممكن يخلوها تاكل حاجة، لكن للأسف ما كانوش بيدوها أي أكل. ده بالعكس، يمكن الأكل الوحيد اللي هي كانت بتاكله كان الصراصير أو شوية رز قديم جدا. ده من غبائهم في مرة لما المسكينة قرفت من الأكل وأعزكم الله رجعت، أجبروها إن هي تاكل الترجيع بتاعها. وفي عز الشتاء والبرد يا صديقي كانوا بيطردوها بره البيت ويخلوها تنام على البلاط وهي لابسة هدوم خفيفة جدا. وبعد كل ده يا صديقي ولما جونكو حاولت تهرب مرة واحدة بس واستغلت فرصة إن الشباب دول كانوا مشغولين عنها، مسكت بسرعة التليفون واتصلت بالشرطة. لكن لسوء الحظ بقى واحد منهم شافها قبل ما تكمل المكالمة، والعقاب كان بشع بمعنى الكلمة. واللي يحصل يا صديقي إن هم حرقوا رجليها بالكامل بسائل الولاعة، اللي هو تقريبا يا صديقي كان غاز أو اللي هو السبرتو اللي بيتملي بيه الولاعات ده. وللأسف بعد 20 يوم جونكو ما كانتش تقدر تتحرك لأن رجليها كانت بايظه من الحروق اللي فيها. وعلشان يا صديقي احاول اوصف لك التفاصيل ولو انت قلبك ضعيف معلش حاول تعدي 15 ثانيه من دلوقتي. المسكينه من كتر العذاب اللي كانت فيه ضوافرها اتخلعت بالكامل ووشها كان كله مليان كدمات، ده لدرجه حتى عظمها كان مكسور من كتر الضرب. ويفضل الحال على كده يا صديقي لحد يوم 4 يناير سنة 1989 لما الشباب دول كانوا قاعدين يلعبوا لعبة اسمها ماجون، ويقرروا ان هم يخلوها ان هي تشارك معاهم في اللعب. بس برغم حالة المسكينة اللي اسمها جونكو الصعبة برضو كسبت اللعب. وللأسف الفوز ده غضبهم جدا وزعلهم جدا، وكان نتيجة الفوز ده ان هي دفعت ثمنه غالي قوي. واللي يحصل يا صديقي ان هم ضربوها ضرب عنيف جدا بقضبان حديد، وبعدين كبوا عليها سيبرتو أو غاز. وزي ما أنت متوقع يا صديقي هم ولعوا النار في جسمها، والنار كانت حرفيا بتاكل في كل جسمها علشان بعدها بساعات قليلة تموت المسكين. أنت متخيل يا صديقي كمية الغل والسواد اللي عند الناس دي؟ ولعوا فيها لمجرد إن هي كسبتهم في اللعبة. ده لدرجة إن حتى بعد موتها القسوة ما وقفتش لحد هنا، لا، ده الشباب دول حطوا جثتها في برميل مليان أسمنت ورموه في منطقة مهجورة علشان محدش يكتشف. لكن اللي يحصل عكس توقعاتهم نهائي. واللي يحصل يا صديقي إن بعد شهور الشرطة لقت البرميل، ولما فتحوه لقوا الجثة بتاعت جونكو، وللأسف كانت متشوهة بالكامل. وبعد ما الشرطة عملت شغلها تم القبض على الشباب اللي خطفوها وعذبوها، وتحولت القضية دي وقتها لقضية رأي عام. بس القصة ما خلصتش لحد هنا يا صديقي، ده في صدمة كبيرة في القضية، والصدمة كانت في الأحكام اللي المجرمين دول أخدوها، لأنهم بكل بساطة يا صديقي كانوا كسر
وقت الجريمة، والقانون اعتبرهم أحداث. يعني أكبر واحد فيهم أخد حوالي 20 سنة، وأقل واحد فيهم أخد حوالي 8 سنين. بس أنت فاكر إن دي أسوأ حاجة في القصة؟ لا، ده الأسوأ من كده إن هم كلهم خرجوا من السجن بعد فترات قصيرة جدا من الحكم بتاعهم، وكمان غيروا أسمائهم وكأنهم بيبدأوا حياة جديدة، وكأنهم كمان ما عملوش أي حاجة. وللأسف يا صديقي، بسبب ثغرة إن المجرم قاصر دي، مليون جريمة قتل أبشع من دي بمراحل انتهت من غير ما الجاني ياخد عقابه صح، وزي ما حصل قبل كده في حادثة راجح لو تفتكروها. بس في النهاية ربنا اسمه العدل، ومهما كان عقاب الأرض فعقاب السماء محدش يقدر يتخيله. وبس كده يا صديقي، ده كان اللي عندي النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة لو الفيديو ده عجبك، وما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك أي ملاحظة على فيديوهات أو حابب نقول أي قصة جديدة. وبالمناسبة كل روابط التواصل بتاعتي هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، واستنى التعليق بتاعكم على الفيديو. وبس كده، كان معكم أمين أشرف، أشوفكم الفيديو الجاي.